كام مرة حاولتي ان انت تعملي النايتي في البيت والنتيجة بتكون مش مرضية بالنسبة لك؟ النهاردة هقدم لك احلى طريقة للنايتي ان انت تعمليه في البيت بكل سهولة ومقادير مظبوطة جدا جدا، وازاي يطلع معاكي هش كده وطري وحاجة كده في منتهى الجمال. بس يلا بينا نتبع الخطوات والمكونات ونشوف معانا ايه. اول حاجة بنحضر الصينية اللي احنا هنشتغل فيها، بيكون مقاسها 30 في 40. 30 في 40 حجم حلو قوي قوي للمقادير بتاعت النهاردة. بدهن الصاج بقطعة كده من السمنة وببطنها بورق زبدة، وبدهنه برضو للتأكيد، بس يا دوب تكون دهنة خفيفة خالص مش اكتر من كده. معايا 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ، وضروري جدا مادام بنعمل كيك يبقى كل حاجة بدرجة حرارة المطبخ علشان تديكي نتيجة كويسة. بما اننا حطينا بيض على طول هنحط باكت من الفانيليا. معانا كوباية من السكر بمعادن 200 جرام. هنضيف عليها نص كوباية من الزيت النباتي، ويستحسن انه يكون زيت عباد او زيت ذرة علشان خاطر يكون نتيجته كويسة وما يعملش معاكي اي ريحة في الكيك. كوباية من اللبن او كوباية من الحليب زي ما بتسموه. واخر مكون معايا بتكون نص ليمونة اللي احنا متفقين عليها ما بنغيرهاش خالص، دي في اي كيك لازم ان انا استخدمها. بناخد المكونات بتاعتنا دي وبنضربها كويس جدا في الخلاط لحد ما تحسي ان القوام بقى لونه فاتح قوي معاكي. يعني حاولي ان انت تشغلي عليه وتفصلي تشغلي وتفصلي لحد ما بتاخدي قوام فاتح قوي معاكي. وممكن تشتغلي بالمضرب اليدوي بس بياخد معاكي مجهود وبياخد معاكي وقت اكتر، فالخلاط بيكون سريع معاكي. بنفضي بقى المكونات السائلة دي في طبق يكون كبير وبنحط عليهم معلقة كبيرة من النشا، ودي اختياري تقدري تحطيها او لا، بس بتدي هشاشة حلوة قوي للنايتي بتاع النهاردة. بيكون عليها كوبايتين من الدقيق. اول كوباية ما تصورتش وانا بحطها، يعني 2 كوباية من الدقيق، الكوباية الواحدة بتكون 120 جرام. حطيت عليهم باكت من البيكنج باودر، حطيت الباكت كله. بنقلب المكونات مع بعضيها والقوام بتاعنا بيكون زي ما احنا شايفين كده، ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي. هو ده القوام المظبوط. لقيتيه خفيف عن كده ممكن تزودي معلقة دقيق، لقيتيه تقيل عن كده ممكن تزودي شوية من الحليب. على طول باخد حوالي معلقتين من الخليط ده وبحط عليهم معلقة صغيرة من الكاكاو. طبعا لو لقيتي الخليط تقيل معاكي في اللحظة دي ممكن تحطي له نقطة كده من اللبن او نقطة من المية تسهل الخليط معاكي، لكن هو معايا كان مظبوط مش محتاج اي حاجة. على طول بجيب الصاج اللي احنا مبطنينه وبنبدأ ان احنا نصب فيه خليط الكيك بتاعنا. بعد ما بنصب الخليط وبنسويه كويس قوي في الوقت ده بنكون مسخنين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 170، او لو الفرن بتاعك شديد شوية او حامي شوية لدرجة الحرارة عن كده، وبتسخنيه كويس قوي حوالي 10 دقايق، وبتحطي الرف ده في النص. اول ما الكيك بيستوي معاكي كده وتختبريه بخلة على طول بتقومي جاية طافية ومولعة عليه الشواية لو هو محتاج شواية. لو مش محتاج ولونه احمر كده من الفرن نفسه يبقى كده تمام وزي الفل. بنجيب خليط الكاكاو اللي احنا دوبناه مع بعضه وبنحطه في كيس كده حلواني، وبنفتح فتحة صغيرة خالص، وبتبدأي ان انت تعملي خطوط بالشكل ده. بعد ما بتخلصيها خلة كده او عصاية شيش طاووق او ممكن حرف سكينة، اي حاجة عندك تكون ليها بوز رفيع كده، وبتبدأي ان انت رايح جاي علشان خاطر يديكي الشكل ده. طبعا الشكل ده اختياري، ممكن تعملي النايتي نفسه كله ابيض وتستغني عن خطوة الكاكاو اللي احنا عملناها او الشكل اللي على الوش ده. فالتزيين ده بيكون على حسب رغبتك، بس بيديله شكل حلو كده والاطفال بيفرحوا بالشكل ده، وحلو قوي للمدارس، يعني ينفع للمدارس، حلو قوي قوي ومغذي. خلاص كده هبتدي بقى ان انا ادخله الفرن ياخد التسوية بتاعته المظبوطة، وطلع معايا وكان بالشكل ده. لو طلع معاكي قاسي شوية زي ما احنا متفقين بتغطيه بس بكيس تلاجة نضيف شوية صغيرة وبتشيلي الغطا على طول. انا بقى هسيبه يبرد تماما، غطيته بفوطة مطبخ كده وسبته يبرد خالص خالص علشان اشتغل فيه. لو اشتغلتي فيه وهو سخن هيتكسر معاكي، فلازم تسيبيه يبرد تماما كده. بعد ما برد خالص حطيت كيس تلاجة نضيف وقلبته على صينية تانية، وهيكون معانا بالشكل ده.
حاجة كده في منتهى الجمال، التسوية بتاعته مظبوطة أوي أوي أوي، الريحة بتاعته تحفة جدًا. طبعًا في الوقت ده بقى بابتدي إن أنا أقسمه بالنُص متساوي كده علشان خاطر هنحشيه مربى، حابة تحشيه مثلًا نوتيلا، حابة تحشيه أي حاجة تانية ما فيش أي مشكلة، حتى لو حابة إن أنتِ تحشي كريمة، المهم إن الطعم في الآخر يعجبِك. وأحسن مربى بيتحشي بيها النايتي بتكون مربى المشمش أو مربى الفراولة، يعني أنا شخصيًا باحب الفراولة جدًا جدًا في النايتي، تمام. بنجيب بقى شوية كده من المربى، والمربى دي حسب الرغبة، حابة تحطي كتير حطي، حابة تحطي شوية حطي، بس نصيحة ما تكتريش علشان الموضوع ما يبقاش مسكر معاكي بزيادة في الآخر. حابة تضربي المربى دي بالهاند بلندر عشان تنعم معاكي خالص يبقى تمام وزي الفل، لكن أنا بصراحة هرستها كده بالشوكة ومش أكتر من كده، وبدأت إن أنا أفردها بالشكل ده. بناخد بقى تاني طبقة اللي هي مش عليها حاجة خالص، وبنبدأ إن احنا نحطهم على بعض. وزي ما قلتلك لو حابة إن انت تحشي نوتيلا احشي نوتيلا، بس سيحيها على بخار مية الأول علشان تتفرد معاكي بكل سهولة. حطيناهم على بعض وبنسويهم كويس، وبعد كده بنبدأ ان احنا ناخد الاطراف، لان الاطراف ديت إيه مش هتخلي شكله حلو لما يتقطع، فبنحاول كده ان احنا نظبط شكله. طبعا الاطراف دي بتتاكل، اول حاجة بتتاكل، وبتقسميها على حسب الحجم اللي انت عايزاه، يعني ممكن تعمليهم اكتر من كده، ممكن تعمليهم اصغر من كده، زي ما انت عايزاه. الحجم ده في ايديكي بقى، انا عملوا معايا 12 قطعة بالظبط. قسمتها بالنص، وبعد كده بدأت ان انا اقطع القطع كده مرة واحدة لحد ما عملوا معايا ال12 قطعة. ما شاء الله حاجة كده في منتهى الجمال، روعة الروعة، تحفة جدا جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي. طبعا بتحفظيه، ان انت لو عايزة تحفظيه وما ينشفش معاكي بتغطيه، لازم يتغطى معاكي. ما ينفعش ان انت تسيبيه كده منه للهوا، علشان اي كيك بيبقى منه للهوا او معجنات بتنشف معانا. اتمنى من كل قلبي ان انتوا تجربوا الوصفه بتاعتي النهارده، وبالف هنا وشفا مقدما ان شاء الله للي هيجربها، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. ان شاء الله هسيب ليكي كل المقادير اللي انا استخدمتها النهارده في صندوق الوصف بالكوب وبالجرام. متنسيش بقى اللايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ما شاء الله زي ما احنا شايفين حاجه كده تحفه تحفه تحفه، طريه وهشه. مش عايزه اتكلم كتير بصراحه لان النتيجه روعه روعه. معلومات بقى كده على السريع واحنا شغالين، كل حاجة بتكون بدرجة حرارة المطبخ. الصينية تدهنيها كويس قوي بدهنة سمنة او زبدة، وتدهني كمان ورق الزبدة لان ورق الزبدة مش مضمون اليومين دول. جربيه وان شاء الله هيعجبك، ولو في اي استفسار سيبيلي تعليق وانا هرد عليك على طول. وكده اكون خلصت الوصفة بتاعتي النهاردة. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة على الف خير.